السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سارة حسني، وإن شاء الله دلوقتي هنحاول نعدي مع بعض سريعا على كل ما ذكر في المحاضرة السابعة والثامنة اللي هما chronic inflammation and granuloma tuberculosis. إن شاء الله هحاول أوضحهم بشكل سريع شوية، ولو في أي حاجة حسيتوا إن انتوا مش فاهمينها أو مش واضحة بالنسبة لكم تقدروا ترجعوا لجزء الشرح تاني، لأن ده فيديو مراجعة. نبدأ بسم الله. ما تنسوش زمايلنا من دعائكم بالرحمة والمغفرة هم وموتانا وموتى المسلمين، او هاتوا سندوتشات وهاتوا شاي وهاتوا كل حاجه وانتوا بتسمعوا المحاضره بتاعتنا. اتكلمنا فيها عن ايه الاول؟ كنت بفكركم عن انواع الانفلاميشن اللي احنا خدناها. قلنا ان الانفلاميشن ده اصلا رياكشن مش ديزيز. عندنا اكيوت انفلاميشن وسب اكيوت وكرونيك. تمام. في المحاضره ديت هنتكلم عن الكرونيك انفلاميشن، وهنتكلم عن الجرانيولوما، وهنتكلم عن التيوبركلوزس. طيب الكرونيك انفلاميشن هنتكلم عليه من حيث ايه؟ من حيث بسم الله الرحمن الرحيم الديفينيشن والكوزس والميكانيزم والمورفولوجيكال فيتشرز وانواعه. جميل جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ايه كرونيك انفلاميشن اصلا؟ قلنا ان انا لما بشوف كلمه كرونيك فبقول ان هو سلو ولونج تيرم، بيستمر لمده طويله وبيقعد مده، يعني بيقعد مده على ما يشتغل في الجسم، بياخد وقت على ما يبدأ يشتغل، فبيقعد مدة طويلة. والاورجانيزم اللي جه عمل لي مشكله ده بيبقى له فيرولنس فاكتور. تمام تمام. وقلنا ان هو بيقعد في الجسم قد ايه؟ عدة شهور لسنين، وبيتميز بيه spontaneous tissue destruction. جميل. وفي شوية خلايا كده بتبقى متدمرة، وفي شوية خلايا تانية بتبدأ تتعافى. طب أسبابه ايه؟ يا إما بعد acute inflammation، acute inflammation معرفناش نعالجه فقلب كرونيك، أو كذا اتاك من الاكيوت inflammation، أو إن هو كان كرونيك من البداية. وكرونيك من البداية زي ما قلت لك بسبب low virulence factor. فده بيحصل بسبب ايه؟ مايلد انفكشن كده خفيفه لمده طويله، زي التوبركلوزس اللي هنتكلم عليه ان شاء الله في محاضره النهارده. انا حاسه ان انا بجري عشان الفيديو ما يطولش. ماشي. طيب الميكانيزم عندي حاجة من ثلاثة. أول حاجة persistent infection ب certain microorganism of low virulence factor. قلنا إن عامل الشراسة بتاعه قليل فمش قادر يعمل الأعراض بتاعة الأكيوت، فبالتالي بيعمل لي chronic inflammation. أو إن أنت تتعرض لتوكسيك agents لمدة طويلة، سواء الايجنتس دي كانت endogenous أو exogenous. قلنا exogenous زي إيه؟ زي إن أنت تتعرض لمدة كبيرة للسيليكا، لأجزاء السيليكا. لو حد بيشتغل في مصنع مثلا فده هيعمل لي inflammatory lung disease اسمه سيليكوزس. او اندوجينوس زي مثلا الاثيروسكلروز لما الدهون بتترسب في الشرايين. تمام تمام. الاوتو اميونيتي بقى بيبقى عندي اوتو انتيجين. اوتو انتيجين موجود في الجسم بتاعي بيستثير الجهاز المناعي ان هو يكون ضده انتي بوديز. فالانتي بودي بتتفاعل مع الانتيجينز اللي هي اصلا جسمي، فبالتالي بتعمل ايه؟ بتدمر في خلايا الجسم الاساسيه، فبتعمل لي كرونيك انفلاميشن وبتعمل لي جرانيولوما. جميل جميل. طيب ايه المورفولوجيكال فيتشرز؟ اول حاجه بلاقي ان الانسجه متدمره بشكل بسيط من مالتيشو ديستراكشن، وبلاقي فيه فلويد اكسوديت سواء بتاعه الانفلاميشن ولكن هي حجمها قليل او كميتها قليله فبقول عليها سكانتي. وبلاقي البلاد فيسلز فيها ظاهره اسمها اند ارترايتس اوبليترينز، وقلنا معناها ان الوول بيبقى تخين واليومن او المجرى بتاعه بيبقى ضيق. وبلاقي فيه الخلايا بتاعه الكرونيك انفلاميشن بتبقى انواعها ايه؟ ليمفوسايت، ايزينوفيل، بلازما سيل، ماكروفاج، فايبروبلاست، وفورين بودي جوينت سيلز. ودي شكلها عشان خاطر نفتكرها. جميل جميل. طيب انواع الكرونيك انفلاميشن عند سبيسيفيك ونون سبيسيفيك. قلت سبيسيفيك من اسمه، اذا فهو بيحصل بسبب سبيسيفيك اورجانيزم فبيعمل لي سبيسيفيك كاركترستيك هيستولوجيك ابييرنس، حاجات بتبقى خاصه لهذا المرض او هذا الانفلاميشن. تمام تمام. هذا الكرونيك انفلاميشن بيبقى فيه كرونيك انفلاماتوري سيلز، والكرونيك انفلاماتوري سيلز ممكن تكون لي كتله كده شبه الورم، بقول عليها تيومر لايك ماس اسمها جرانيولوم زي التي بي. جميل جميل. النون سبيسيفيك بقى بيحصل بسبب different types of organisms، والاورجانيزمز دي مش بتعمل لي كاركترستيك هيستولوجيك ابيرنس لان هو نون سبيسيفيك، مش مميز لحاجه معينه. جميل ماشي. ودي مقارنه سريعه بين الاكيوت انفلاميشن والكرونيك انفلاميشن، ابقوا قروها التجميعات من المحاضره ديت واللي قبلها. وده كان بريك المفروض في الشرح، فاحنا مش هناخده دلوقتي عشان احنا بنراجع وبنتكلم بسرعه. بعد كده المفروض ان احنا هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الجرانيولوما. ده شكل الجرانيولوما. بنلاقي ان في النص كده بلاقي ان في، بسم الله الرحمن الرحيم، بلاقي ان في ايبيثيليويد سيلز اللي هي دي الابيثيليويد سيلز اللي هي كانت ماكروفاج وتحولت لي ابيثيليويد سيلز. والابيثيليويد سيلز دي لما بتبقى موجوده في جرانيولوما قديمه بتتحول للشكل ده نيكروزس. تمام تمام. وهذه الابيثيليويد سيلز بلاقي ان هي متحوطه ب
لانجهانز جاينت سيلز، يبقى انا عندي خليه عاديه ماكروفاج. الماكروفاج دي جت تبلع جسم ممرض، ما قدرتش ان هي تقتله، فراحت متحوله لابيثيليويد سيلز او ابيثيليال لايك سيلز. تمام. الابيثيليال لايك سيلز دي اتحولت بعد كده لايه؟ للانجهانز جاينت سيلز. تعالوا نقرا بقى الكلام ده. بص يا سيدي، عندك الجرانيولوما دي معناها ايه؟ دي سبيسيفيك باترن اوف كرونيك انفلاميشن. تمام، جميل. وطالما هو كرونيك انفلاميشن وسبيسيفيك يبقى عنده هيستولوجيكال ابييرنس، كاركترستيك هيستولوجيكال ابييرنس. تمام، ماشي. بتتكون من ايه بقى؟ قلت لك انها بتتكون من تجمعات من الماكروفاجز، والماكروفاجز دي ما كانتش ماكروفاج عاديه، اتحولت لي ايبيثيليوم لايك سيل فسميتها ايبيثيليويد سيل، محوطه بكولر او محوطه بدايره كده من المونو نيوكل ليوكوسايتس، تحديدا الليمفوسايت. اشهر نوع من الخلايا هي الليمفوسايت، واحيانا البلازما سيل، ولكن الاكثر شيوعا هي الليمفوسايت. ماشي. الاميون رياكشن اللي عندي هو تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي. جميل جميل. طيب، ماذا بعد ذلك هنتكلم عن الكلاسيفيكيشن اوف جرانيولوما. بنقسمها حسب الباثوجينيسيس، وبنقسمها تقسيمه تانية حسب الكوزيتيف اورجانيزم. حسب الباثوجينيسيس انا عندي فورين بودي جرانيولوما، وعندي اميون جرانيولوما. حسب الكوزيتيف اورجانيزم عندي بكتيريال، عندي بارازيتيك، عندي فانجل، عندي انورجانيك ماتيريالز او دست، وعندي فورين بودي وحاجات تانية غير معروفة unknown. طيب نبدأ بالفورين بودي جرانيولوما. دي بتحصل بسبب من اسمها فورين بودي، بديهيات. زي ايه؟ زي السوتشرز اللي هي الخيط بتاع الجراحين والسيليكا. اللي بيحصل ان الماكروفيج بتروح تبلع الفورين بودي ده، بتروح تبلع الفورين بودي، وبعد كده بتعرضه عشان خاطر تحفز التي ليمفوسايتس. فبالتالي التي ليمفوسايتس اللي اتحفزت دي هتطلع لي سيتوكاينز انترفيرون جاما. ماشي. هذه الميديتور بقى اللي هي السيتوكاينز انترفيرون انترفيرون جاما، احنا قلنا ان هي ايه؟ ان هي وفيه، فبالتالي بتفتكر ان الماكروفاج هي السبب في ان هي تطلع، فبتروح تاكتف الماكروفاج دي، ولكن هي كده ضرتها من غير ما تاخد بالها، لان الماكروفاج مش هتقدر على الفورين بوديز، فتروح متحوله لابيثيليويد سيلز ومالتي نيوكلييت جاينت سيل. ماشي. طيب، وبعد كده بقى عايزين نتكلم عن الاميون جرانيولوما، ودي بيحصل معاها ديليت تايب هايبر سنسيتيفيتي او تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي. اول حاجه بتحصل ان بيحصل تكاثر، بروليفريشن وديفرنشيشن للسي دي 4 تي سيلز. ماشي. طيب بيحصل ازاي؟ الماكروفاج بعد ما بتبلع الفورين بودي انتيجين، بعد ما بتبلعه بتبدا ان هي تعرضه على سطحها. تمام. فبيكون كده متاح لمين؟ متاح للسي دي 4 تي سيل، فبتبدا ان هي تطلع انترليوكين 12. الانترليوكين 12 ده هيعمل ديفرنشيشن للسي دي 4 تي سيل، فبالتالي هيحولها للتي هيلبر واحد. جميل. هذه الخلايا اللي حصل لها ديفرنشيشن اللي هي التي هيلبر واحد هتبدا تدخل الدم، تدخل السيركيوليشن، وممكن تفضل موجوده في الخلايا التائيه الذاكره لمده طويله. هذه المده ممكن تصل لسنوات عديده. بعد كده الافكتور تي سيلز ديت اللي حصل لها ديفرنشيشن هتبدا ترد، مش هتقعد ساكته. لما بيحصل ريبيتد اكسبوجر لنفس الانتيجين، التي هيلبر هتبدا تفرز سيتوكاين، لان انا قلت لك ان هي ايه؟ اتحفظت في خلايا الذاكره، هتفضل ان هي موجوده. اول ما تشوف الانتيجين هتعرفه، فهتبدا تطلع له سيتوكاينز. هذه السيتوكاينز اللي هي الليمفوكاين عندها شويه اكشنز بتعملها. اول حاجه احنا عايزين دلوقتي نعمل ايه؟ عايزين نجمع خلايا الانفلاميشن كلها. تمام. فلو خلايا بعيده هنجيبها، ولو خلايا موجوده مش هنخليها تمشي. فالليوكوسايتس هتعمل لها اتراكشن لمكان الانفلاميشن، وماكروفاج هتنهبت اتس مايجريشن عشان تسيبها موجوده مكانها، والليمفوسايتس اللي هي موجوده اصلا هتحفز ان يحصل لها عمليه بروليفريشن. وبعد كده بعد ما جمعت الخلايا دي كلها هتبدا تحفز حدوث الانفلاميشن، فيحصل تيشو نكروزس. ماشي. طب ايه انواع بقى الجرانيولوماتس انفلاميشن؟ انا قلت لك عندي بكتيريا. الاول حاجه هنقرا اسماء البكتيريا دي بشكل سريع عشان هي مش مهمه، وبارازيتك برضو هنقرا اسمائهم، وكذلك كذلك الفنجل، كذلك بعد كده الانورجانيك ماتيريالز او داستس، فورين بودي هنقراهم وانون. ماشي. طيب بعد كده دي شويه اسئله احنا المفروض ان احنا حليناهم في فيديو الشرح، ممكن تبقوا ترجعوا له. ماشي، انتوا اشطر كتاكيت عشان سمعتوا الشرح وبتسمعوا المراجعه. طيب دلوقتي بقى عايزين نتكلم عن التيوبركلوز. احنا دلوقتي خلصنا مراجعه الكرونيك انفلاميشن والجرانيولوما، هنراجع بقى التيوبركلوز. هنتكلم فيه عن الديفينيشن والايتيولوجي وانواعه والروت اوف انفكشن بيحصل ازاي، والباثوجينيسيس والمورفولوجي، ومصير الشخص اللي جاله التيوبركلوز ايه. وبالمناسبة التيبركلوزس هتاخدوه تاني بالتفصيل في ريسبيراتوري اخر موديول في الترم التاني، او غالبا اتنقل لتانية يعني، مش فاكرة، ما علينا. طيب التيبركلوزس ده عبارة عن كرونيك انفكتيف جرانيولوما، يبقى هو عبارة عن جرانيولوما. الجرانيولوما دي سبيسيفيك انفلاميشن، سبيسيفيك كرونيك انفلاميشن. اذا التيبركلوزس سبيسيفيك كرونيك انفلاميشن. مين اللي عمله؟ بكتيريا اسمها مايكو بكتيريوم تيبركلوزس او تيوبركل باسيلاي، بتبقى موجودة في الانسان وموجودة في البقر، هيومن اند بوفن. ماشي. التيوبركلوزس الجرانيولوما بتاعته بتبقى عامله شبه التيوبركل، قلنا شبه سل النخل. تمام. قلنا الايتيولوجي ايه؟ الايتيولوجي
هو الميكوبكتيريوم تيوبركلوزس بتبقى موجوده في الانسان وبتبقى موجوده في البقر. طب انواعه عندي برايمري تي بي وسكندري تي بي. ماشي. البرايمري من اسمه ده حصل انفكشن من الوهله الاولى، من المره الاولى، وده بيصيب التونسلز اللي هي اللوز واللنج او الرئتين والانتستين الامعاء والسكن. اما سكندري ري انفكشن ده عدوى حصلت للمره الثانيه، وده بيحصل في اي مكان في الجسم. طيب ايه بقى الروت اوف انفكشن؟ بيحصل لي عدوى ازاي؟ اما انهاليشن، ان انت تنفست هذا التي بي، تنفست البكتيريا، ودي اشهر طريقه بيحصل بيها انفلاميشن، فهنا بتصيب اللنج والتونسل عشان داخله على المجرى التنفسي. او انجيشن، ان انت بلعت التي بي، بلعتها عن طريق ان انت شربت لبن، واللبن ده كان بتاع بقره، والبقره ديت كان عندها تي بي وانت ما غليتوش كويس، فبالتالي البكتيريا فضلت في اللبن وما ماتتش، فدي انت بلعته، فكده هتعدي على ايه؟ هتعدي على المجرى الهضمي، فهتعدي على التونسلز اللي هي اللوز، وهتعدي على الامعاء الانتستين. او سكين انكيوليشن، عن طريق ان حد يمسك اللحمه بتاعه بقره كان عندها تي بي، فيحصل ان التي بي او التيوبركل باسيلاي تبدا انها تخترق الجلد بتاعه، وبعدين تجيب له تيوبركلوزس. ودي طريقه نوت كومون، يبقى اكثرهم شيوعا هي الانهاليشن، واقلهم شيوعا هي السكين انكيوبيشن. جميل. ماشي. الباثوجينيسيس بقى ايه اللي بيحصل؟ الميكوبكتيريوم تيوبركلوزس بيقول لي ان هي بكتيريا اول لما تسمعها كده افتكر بيت شعر بيقول ايه: واذا رايت نيوب الليث بارزه فلا تظنن ان الليث يبتسم. ايوه بقى ازاي؟ ما هو التي بي ديت ما بتعملش، ما بتطلعليش اكزوتوكسين، ولا بتطلع لي اندوتوكسين، ولا بتطلع لي اي هيستولوجيك انزيم، اي هيستوليتيك انزيم. تمام. ماشي. ما بتعملش اي حاجه من الحاجات الضاره دي، ما بتطلعليش سموم، ما بتطلعليش انزيمات تكسر الخلايا، ولكن هي بتعمل تي بي، بتعمل مرض خطير جدا. طب بتعمله ازاي؟ عن طريق ان هي بتهرب من الماكروفيج. الماكروفيج ما بتقدرش تبلعها، فهي بتهرب منها، فبتعمل ديليت تايب هايبر سنسيتيفيتي، وبتعمل الديزيز بتاعها. الهايبر سنسيتيفيتي ده بيلعب دور مهم جدا جدا في التيشو رياكشن، او في تفاعل الانسجه بتاعتي مع التيوبركل باسيلاي، فهو ده اللي بيكون لي الجرانيولوما بتاعتي اللي هي اسمها ايه؟ اسمها تيوبركل. شكلها عامل ازاي؟ الميكروسكوبيك بيكتشر شكلها كده لما ابص عليها بعيني المجرده هلاقي ان في اعداد من التيوبركل باسيلاي، وهلاقي ان اعداد ان التيوبركلز دي اصلا بشوفها تحت الميكروسكوب، ما بقدرش اشوفها بعيني. تمام. ولكن ممكن اعداد منها تتحد مع بعضها فتكون لي تيوبركل كبيره شويه، بتبقى سمول راوندد، بشوفها بعيني جروسلي فيزيبل، وبيبقى لونها جراي، بتبقى فوليكل لونها جراي، الدايمتر بتاعها من 1 ل 2 ملم. تمام. تمام. لما بقى بيحصل كازيشن بلاقي ان الليجن او المكان اللي حصل فيه المرض ده لونه بقى بيل، وبقى الكونسستنسي بتاعته شبه الجبنه. طب تحت الميكروسكوب التيوبركل دي بتظهر كراوندد او اوفل كومباكت كوليكشن. تمام. من ابيثيليويد سيلز اللي هي الماكروفاج اللي اتحولت، ولانجهانز جوينت سيل، وليمفوسايت. الابيثيليويد سيلز بتبقى موجوده، هنبدا بقى نوصف كل حاجه فيهم، هنبدا نوصف الابيثيليويد سيل، ونوصف اللانجهانز جوينت سيل، ونوصف الليمفوسايت. الابيثيليويد سيل دي بتكون لي السنتر. تمام. وبتبقى جايه من، زي ما قلت، ان هي جايه من الماكروفاج. الماكروفاج دي في البلاد بيبقى اسمه مونوسايت، وفي التيشو بيبقى اسمها هيستيوسايت. وبيبقى عندها ابيثيليال لايك شيب، بتبقى شبه الابيثيليوم، زي ما قلت ما هي ايبيثيليويد شبه الابيثيليوم. والسيتوبلازم بيبقى كتير ولونه احمر، واللون الاحمر الباهت ده بيبقى سببه وجود ليبيد، بوجود الليبيدز بتاعه التيوبركل باسيلاي، والخلايا بتاعته بتبقى اندستنكت. وقلنا ان النيوكليوي حجمها كبير، وانا كتبتها لكم بحجم كبير عشان خاطر تفتكروا، وبتبقى راوندد او اوفال. ماشي. طيب اللانجهانز جوينت سيل دي بتظهر حوالين الابيثيليويد سيل، بتبقى حواليها بره كده اهي، ادي الابيثيليويد سيل ودي اللانجهانز جوينت سيل، بتتكون من اتحاد عدة ابيثيليويد سيلز. تمام. شوية ابيثيليويد سيلز اتحدت فهتكون اللانجهانز جوينت سيل. فبالتالي بما انها نتيجة اتحاد عدة خلايا فهلاقي حجمها كبير، وهلاقي لونها نفس لون الخلايا ريد، وهلاقي ان عندها كذا نيوكليوي مالتيبل عشان هي اتحاد خلايا كتير، في كل خلية فيهم عندها نيوكليوي، والنيوكليولاي بتاعتها ديت بلاقي ان هي مترتبة يا اما في دايرة يا اما في شبه دايرة. شايفين اهو النص دايرة دي. ماشي. والخلايا دي هي اللي بتشيل الكازيتنج ماتيريال. الليمفوسايت بقى بتكون لي رينج او حلقه بتكون موجوده حوالين الابيثيليويد سيل، وبتمتد ما بينها. الاولدر تيوبركلز بلاقي ان هي محوطه بفايبروبلاست زي دي كده. تيوبركلز قديمه بتحوط بيه فايبروبلاست. طب ايه مصير التيوبركل؟ والله على حسب انت شخص مناعتك عاليه ولا لو اميونيتي. لو مناعتك عاليه برضه هقول لك على حسب، على حسب ايه. لو كانت فكاي صغيره فهيحصل لها كلها فايبروزس. طب لو كانت كبيره مش هنعرف نعمل لها كلها فايبروزس، فاللي هنعمله ان احنا هنحوطها بايه؟ هنحوطها بفايبرس كبسول. طيب لو انت شخص بقى مناعتك واقعه، فالتيوبركل هتدمر لك جسمك، تعمل لك دايركت سبريد تنتشر حواليها التيشوز اللي حواليها، والليمفاتيك سبريد من خلال الليمف فيسل
الاوعيه الليمفاويه وتروح للليمف نودز اللي موجوده حواليها فتعمل لك تيوبركلوس ليمفادينايتس، وقلنا ان ده معناه انفلاميشن حصل في الليمف نود، وتعمل بلاد سبريد تنتشر عن طريق الدم. هيكون عندي كازياس فوكس، الكازياس فوكس دي هتبقى موجوده في الدم، والباسيلاي كده عدت للبلاد ستريم وهتعمل لك انترا كاناليكولار سبريد، يعني هتنتشر عن طريق الاورجنز اللي ليها كانالز في جسمك، قلنا زي البرونكاي واليوريتر او الحالب. وقلنا بعد كده ان التيوبركلوز بتيجي في الرئه بتبقى اسمها بالمونري، وبتيجي في الامعاء بيبقى اسمها انتستينال، والاثنين كل واحده فيهم ممكن تبقى برايمري انفكشن من المره الاولى او سكندري انفكشن من المره الثانيه، او بقول عليه ري انفكشن. ماشي. طيب نتكلم بقى دلوقتي عن البرايمري بالمونري تيوبركلوزس. ده عباره عن ايه؟ ده احد انواع التيوبركلوزس، وده بيتبع حدوث الفيرست انفكشن اوف لانج وذ تيوبركل باسيلاي. طيب شكله بيبقى عامل ازاي؟ بيتكون لي برايمري بالمونري كومبلكس، مركب من عده اشياء، بقول عليه ترايد. بما انه ترايد يبقى بيتكون من 3 حاجات. اول حاجه الجونز فوكس، تاني حاجه تيوبركلوس ليمفانجيتس، وليمفانجيتس ده يعني انفلاميشن في الليمف فيسل، وتيوبركلوس ليمفادينيتس وده يعني انفلاميشن في الليمف نود. ماشي. ماشي. طيب الجونز فوكس اول حاجه هنتكلم عنها هي دي، هي اللي انا دايس عليها بالليزر دي الجونز فوكس. مالها بقى؟ دي بتبقى لونها يلوش ليجن، والدايمتر بتاعها بيبقى من 1 ل1.5 سنتيمتر. بتبقى سب بلورال، قلنا البلورال اللي هي الغشاء اللي محوط على الرئه، فهي بتبقى تحت البلوره دي على طول، وبتصيب اي مكان في الرئه، ولكن اكثر مكانين شائع فيهم هو الحته دي هي الابر بارت من اللور لوب، او اللور بارت من الابر لوب، او الابر بارت اوف لور لوب. تمام. ده عندنا اهي الحته دي مثلا دي الابر لوب، فهي بتيجي في الحته اللي تحت من الابر لوب، او الحته اللي فوق من اللور لوب. تمام تمام. طيب تحت الميكروسكوب بلاقي ان هي بتتكون من several كازيتنج تيوبركلز كتير حصل لها كازيشن يعني بقت شبه الجبنه. طيب التيوبركلس ليمفادينيتس بقى هتجيلك في العيادة كده يعني ملتهبة بالشكل ده. ماشي ماشي. دي عبارة عن تشين من التيوبركلز along الكورس بتاع الليمف فيسل. اما الليمفادينيتس هي اللي جايه بالشكل ده، ده انفلاميشن حصل لي الليمف نود، فكون لي ايه؟ كون لي كازيتنج تيوبركل بقول عليه كولد ابسس، وده شكل الكولد ابسس لما ندخل في جسم الانسان ونشيله. ماشي. طيب ايه مصير بقى البرايمري بالمونري تيوبركلوز؟ يا اما يخف يا اما ينتشر. اما بقى السكندري، في السكندري بقى فده زي ما قلت ان هو ايه؟ ري انفكشن، اصاب الانسان للمره الثانيه. تمام. اصاب الانسان للمره التانية، يا اما اصابه بعدوى من بره او بعدوى من جوه. بعدوى من بره زي ايه؟ زي ان الانسان ده يتنفس تيوبركل باسيلاي، دي عدوى من بره. او بعدوى من جوه زي ان يحصل ري اكتيفيشن لكبسولات البرايمري فوكس. مش انا لسه قايله لك من شويه ان مصير التيوبركل انه لو الانسان ده مناعته عاليه، فيا اما يحصل لها كلها فايبروزس لو حجمها صغير، ولو حجمها كبير هتحوط بكبسول. فهي ممكن التيوبركلز المتحوطه بالكبسول دي يحصل لها اكتيفيشن تاني، فترجع المرض وتخليه اكتف تاني، وبتيجي في اكتر مكان الايبكس بتاع اللنج اللي هو الحته دي، عشان بيوصل لها هواء قليل ودم كتير، وعشان وبتيجي كمان في الرايت لنج اكتر من الليفت لنج، عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر الرايت برونكاس اقرب شويه للتراكيه. ماشي. مش هنستخبى ان شاء الله. طيب البرايمري انتستينال تيوبركلوزس بقى سببها ايه؟ سببها انتستينال يعني جت في الانتستين، وبرايمري يعني دي اول مره. يبقى انت كده عملت ايه؟ اللي هينزل للمجرى الهضمي هو حاجه انت بلعتها، فانجيشن للبوفين باسيلاي ام ميلك. يبقى انت بلعت الباسيلاي او التيوبركل باسيلاي بتاعت البقر في اللبن بتاعك. تمام. بتصيب اكتر حاجه الترمينال اليوم، قلنا ان الترمينال اليوم ده اخر حته في الامعاء الدقيقه. الباثولوجي بتاعك اول حاجه عندك ان البرايمري ده بيتكون من كومبلكس، الكومبلكس ده بيتكون من انتستينال ليجن. اول حاجه الانتستينال ليجنز دي بتبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده في البايرز بيتشز بتاعت الترمينال اليوم. قلنا الترمينال اليوم ده اخر حته فيه الامعاء، وبايرز باتشز ديت تركيبات موجوده في الابيثيليوم بتاع الامعاء. تمام. والكفرنج ميوكوزا بتاعتنا يا اما بتبقى انتكت يعني سليمه، او بيحصل فيها السرز صغيره. قلنا ان الالسرز دي يعني ايه؟ يعني جزء من السطح فقدناه. طيب بيبقى عندي تيوبركلوس ليمفادينيتس وليمفانجيتس برضو زي زي بتاعت البلمونري. والليمفادينيتس بتصيب اكتر الميسنتريك ليمف نودز، بلاقي حجمها كبير وبقت شبه الجبنه. والميزنتريك قلنا ان الحاجات اللي موجوده في البطن هنا بقول عليها ميزنتري، عندي ميزنتريك ارتري، ميزنتريك فين، ميزنتريك نود، كل الكلام ده هتاخدوه في الجي اي تي ان شاء الله. طيب مصيرها ايه؟ اما ان يحصل لها لوكاليزيشن وتحكم فيها كده في مكانها وتفضل ثابته، او تنتشر. لو هتنتشر ممكن تنتشر عن طريق الليمف او دايركت للاماكن اللي حواليها، فتعمل تيوبركل بروتونيتس. وبروتونيتس ده يعني انفلاميشن في البروتونيوم، والبروتونيوم ده هو الغشاء المبطن لمين؟ لبطننا. او تعمل لي هيماتوجينس سبريد، والهيماتوجينس سبريد ده هيعمل لي
لازم تيوبركلوزس، يعني التيوبركلوز هينتشر في اماكن كتير جدا في الجسم فهيبقى قاتل. طيب السكندري انتستينال تيوبركلوز بقى سكندري، فده بسبب ايه؟ بسبب ان انت بلعت انفكتد سبيوتم، انت شخص كان عندك تي بي اصلا بس في اللنج، فبالتالي طلعت بلغم من بقك وانت بلعته، فلما بلعته ده عمل لك ايه؟ ده عمل لك سكندري انتستينال تيوبركلوزس. طيب الباثولوجيكال فيتشرز بتاعتنا، الليجن بتاعتي بتطلع اكتر برضو في التيرمينال اليوم زي ما قلنا اخر حته في الامعاء، والادجسنت سيكم. السيكم ده اول جزء فيه الامعاء الغليظه. الباسيلاي بتاعتك بتوصل للبايرز باتشز، برضو قلنا ان دي تراكيب موجوده فين؟ في الابيثيليوم بتاع الامعاء الدقيقه. الكازياس نيكروزس and erosion of covering mucosa بينتج عنده tuberculous ulcer. الألسر قلنا ان هي فقدنا جزء من السطح. طيب هذه التيوبركلوس ألسرز بتتميز بايه؟ بتبقى كتير، الحواف بتاعتها بلاقي ان هي مرتفعه ما بقدرش احددها كويس، والفلورز بتاعتها بتبقى لونها اصفر، وفيها كازي فيها كازيس يعني شبه الجبنه، وبلاقي ان هي سوفت. جميل جميل. رابع حاجه بقى بتحصل، احنا قلنا اول ثلاثه اهوت، رابع حاجه بتحصل ان الميزنتريك ليمف نودز بيبقى فيها مينيمال ليجنز او بيبقى فيها تغيرات كده بسيطه، ودي الصوره كنت بوضح لكم فيها الاليوم اللي هو الحته ديت اهو انا مشاوره عليه ده، والسيكم اللي هو ده. ماشي ماشي. ودي صوره اكبر شويه اللي هي دي. طيب بعد كده بقى ايه؟ دي اخر سلايد، الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل جمعناها في ايه؟ في فيفا اتش بي. الفيفا انتوا عارفين بقى الفيفا الولاد اللي بيلعبوا كوره، واتش بي نوع اللابتوب ده. فالاف انتستينال فيستولا، قلنا فيستولا يعني ايه؟ يعني ادى اليومن بتاع الانتستين هيتصل مع اليومن تاني، هيفتحوا على بعض، هنفتح الاورجانين على بعض كده. طيب والاي الانفكشن هتنتشر سبريد اوف انفكشن، والاف التانية هيحصل فايبروزس، فالفايبروزس ده هيسد لي الانتستين فيعمل لي انتستينال اوبستراكشن او سكندري اميلويدوزس، واخدنا الاميلويدوز في الشابتر اللي فات. والانتستينال هيموريدج، او هيحصل ان الانتستين هتبدا تنزف دم، او ان الالسر دي يحصل لها بيرفوريشن او تنتشر فتعمل لك سيبتيك بروتونيتس. يعني ايه؟ يعني يكون في صديد كتير منتشر في البروتونيوم. ودي اسئله في الفيديو بتاع الشرح، ودي المفروض مايند ماب يعني عشان تلم الدنيا. ان احنا قلنا ان احنا عندنا تي بي، والتي بي ده ممكن يكون بالمونري او ممكن يكون انتستينال، ممكن البالمونري يبقى برايمري او سكندري، والانتستينال ممكن يبقى برايمري او سكندري. اتكلمنا عن كل واحد فيهم بالتفاصيل، واتكلمنا قبلها عن الجرانيولوما وعن الكرونيك انفلاميشن. بس كده انا حاولت ان المها بشكل سريع، عارفه اني كنت مستعجله واني كنت بتكلم بسرعه وبعدي على حاجات سريعه عشان ده فيديو مراجعه. فلو اي حاجه مش فاهمينها او محتاجين توضيح ليها ارجعوا الفيديو الشرح، ولو سمعتوا فيديو الشرح ومش فاهمين حاجه سيبولنا في الكومنتات ممكن اشرحها لكم تاني عادي. بس كده، سلام.